تحت السن 17 سنة. تنطلق الآن الخط الآن محاولة مغربية أولى الاستلام من 23 اللاعب الناير لعب الكرة طويلة تختم ارتفاع وعندهم بارادو اللي خرجت بن سبعيني وعطال وبوداوي ثالوث يلعب في القارة الأوروبية. بوداوي عطال مع نيس بن سبعيني مع جلادباخ في ألمانيا. هذه كرة للركنية تغطية من رقم 4 آدم ورقم 4 اللاعب بن يدر من كرة للصالح المغرب تلعب منطقة الجزاء للجزائر البحبي. هذه كرة للصالح الفريق الجزائري خروج الحارس بن غسيل. هذا هو طه حارس مرمى المغرب بلاد الحراس من خلال هزاز المغرب. تنافس بين الكرة المغربية والجزائرية على مختلف الأعمار. هذا كرة طلق مع 2 عبد الحميد هيا 24 حموني يرفع كرة عند الحارس حماش يمسك بالكرة الحارس الجزائري اناتوف. خطأ لرقم 8 الشاهين شتاوي. كرة دائما مباريات مثيرة مباريات تتسم بالندية على مستوى معاد يمرر كرة معاد المباراة ترفع من شرب ادم الشكير يشتوي شاهين عند الخطير اناتوف ينطلق بالكرة اناتوف يخسر الكرة من ادم شكير تصل الان عند الناير ايمن يتحول الان بوغيسان للامام ينطلق معاد لا وجود للشيء ضربة مرمى سقوط معاد بوغيسان رقم 15 تحول ظهير ايمن من المنتخب المغربي للثاني للمغرب ولكرة القدم العربية والافريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من شاكير آدم الشكير كاد أن يفاجئ حماش. آدم الشكير فكرة ممتازة من شاكير. مغرب النيبة المدافع اللي تألق في أوروبا مع ديبورتيفو لا كارونيا مصطفى حجي في انتظار التنفيذ الآن. ترفع كورة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل حارس مرمى المغرب. محاولة مغربية والدفاع موجود. تبقى الكورة منطقة الجزائر رأسية عند الحارس حماش. ده اللاعب المغربي انطلاقة من الناير يتقدم عرضية والهدف لصالح الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا كول المنتخب المغربي سجل على طريقة سيري الماتادور يمنح تقدم للفريق المغربي. كرة اختها الناير عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا زيكو يمنح التقدم لصالح الفريق المغربي. انطلاقه واعده جدا من ايمن الناير اختطف الكره من المدافع الجزائري. شوفوا الغلطه هنا اقتناص الكره من شر الناير عرضيه من الناير راسي حموني ينطلق يحاول مرور ما يمرش كره ترجع. يانيس فرحات يرفع كره فرحات سهله عند الحارس بن غسيل. فرحات كرة مسترقة من الأول التصدي موجود تبقى المحاولة قائمة. تلعب كرة من اناتوف محاولة جزائرية خطيرة الانطلاقة السريعة كرة التعادل الحارس يتصدى تبقى خطيرة أوقفها بن غسيل وجه لوجه يضيع زياد صالح مية للفريق الجزائري. جزائر خطير الفريق الجزائري المطالب بضربة جزاء والليبي يقول لا ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ترفع كوره منطقه الجزاء والحارس طويله الان في محاوله مغربيه انطلاقه سريعه ممكن ثاني ولكن تصدي رائع في اللحظه الاخيره. الانقاذ زكريا وسام حاول المرور لديل محاولة لصالح منتخب المغرب من اجل الكرة الثانية. هذه كرة خطيرة والدفاع الجزائري في اخر فوق على بالتالي ايمن الناير بعرضية بالمقاس ورأسية بلمسة واحدة سجلها وسام.
تصل وسط ميدان اقرب اللاعب ايت بودلال عند الحارس كانت بمثابه تحصيل حاصل. هذه الكره منطقه الجزائر تبقى عند الفريق المغربي. مغرب في الهجوم. كره تعود جوله جزائريه من خلال يعقوبي تبعد بالخطا. التسديد من خارج منطقه الجزاء. المغرب المنتخب المغربي اللي تألق في المونديال الاخير والسود الاطلس. كره من جديد الفريق المغربي يظل في منطقه الجزائر. زكريا والثاني سدد الحارس حماش المغربي. ترجع كرة عند 24 حموني إصابة اللاعب الشاهين الشتاوي. هجمة للفريق المغربي. هذه بينية كرة خطيرة. زكريا وسان جول. وسان دوبيتا. وسان ثنائية. زكريا في شباك الجزائر. كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في سماء الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0. كرة ضربت كريو والسان كان حاضر كان شاس بلمسة واحدة يسجل لكن في تدخل قوي بداية اللعبة. في تدخل حموني. هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري. كرة ضربة من الدفاع الأخير لمسة واحدة يسجل هو الثاني هو كريم ممر الجديد. هو نسيري. هو بصير. هو الشماخ. هو الهداف الجديد للكرة المغربية. والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار؟ فرنسا 3-2. هذه الكرة منطقة الجزاء والابعاد. جيل اللي قاد بتروني. كرة تتحول للركنية لصالح الفريق. المحاولة تبدأ من جديد للمغرب. خروج خاطئ الحارس. هنا توفي يتابع يخطئ الحق امام الخروج الخاطئ. اخطأ في ابعاد الكرة. هنا توفي حاول اقتناصها. هنا الإعادة. حارس بن غوسيل ومعاه ايت بودلال. اقرب كان في بالثاني يلعب كرة بالثاني عند الحارس بيمر. هنا توف الخطير. هنا توف عرضية. رفع الكرة منطقة المغرب بالثاني عرضية لبحث الكرة ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وسان في الشوط الثاني. جاب الثاني كرة خطيرة والثالث. الهدف الثالث للفريق المغربي هذه المرة. هدف شاكير. كرة قوية من شاكير يأكد التعال. يأكد الذهاب للمونديال. يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. هدف شاكير في الشبكة. ابتسامة حامل عرين. فرحة الفريق المغربي. انتصار مهم جدا. انتصار يساوي بطاقة المونديال. انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سددها شاكير غالط بها حماش. 3-0. ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد. كرة قوية. شاكير يسدد بقوة. كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن كل الطرق تؤدي عبد الحق يحاول مرور استخلاص الكرة. شاكير يمرر هجمة خطيرة للفريق المغربي من خلال